سلام الله عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم عبد اللطيف سعيد واهلا بيكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله هو بديل لموقع إليفن لابس. طبعا لو ما تعرفش موقع إليفن لابس، هو موقع مشهور جدا ومعروف جدا لاي حد حابب ان هو يحول الكلام لصوت او يحول النص لصوت. بمعنى ادق، مثلا انت عندك نص باللغه العربيه، باللغه الانجليزيه، باي لغه ايا كانت، تقدر ان انت تحطه على موقع إليفن لابس يحول النص ده لصوت منطوق، وطبعا بيكون شبيه جدا لصوت البشر. واكيد طبعا انت بتسمعه عندك في الريلز او مثلا الفيديوهات الشورتس والكلام ده كله اللي هو بيحكي المواقف والحاجات دي، ده بيبقى من موقع إليفن لابس. بس موقع إليفن لابس مش مجاني، وانما هو بيديك فتره محدوده او مثلا عدد محدد من المرات يوميا. فانا النهارده جايب لك موقع غير محدود، موقع مجاني بالكامل. يعني من وقت التسجيل هذا الفيديو، الله اعلم في المستقبل، يعني لو انت بتشوفني من المستقبل هل هو هيكون مدفوع ولا لا، ولكن الى الان، الى هذه اللحظه في الوقت اللي انا بسجل فيه الفيديو، هو مجاني بالكامل. فانا النهارده جاي استعرضه لك، وبالفعل موقع يعني يستحق ان انا اعمل عنه فيديو مخصوص. هو مش في نفس قوه إليفن لابس، ولكنه مجاني بالكامل، وبالفعل الصوت بتاعه مميز لحد كبير برضه، وهو في تطور مستمر. فدلوقتي نروح للشرح. اسم الموقع يا سيدي سبيتشما. دي الواجهه بتاعته زي ما انت شايف، يعني بتضم مجموعه من الخيارات، زي عندك الاباوت، التوتوريال، الفيوتشرز، طبعا الحاجات اللي هتضاف في المستقبل، او الحاجات اللي بالفعل مضافه، وطبعا حاجات اخرى طبعا. فانا دلوقتي يا سيدي محتاج اكتب نص، فانا مش هكتب نص من البدايه، لا هجيب نص من على النت، ودلوقتي اعرفك ازاي تقدر تحول عليه الصوت. زي ما انت شايف دلوقتي ان انا حطيت عندي الكلام ده، لا تضع كل احلامك في شخص واحد ولا تجعله رحله عمرك، والكلام ده كله تمام. طيب دلوقتي انا محتاج اني انا اختار عندي اول حاجه. هنا طبعا بيديني عده حاجات، طبعا كل دي الحاجات اللي انا سجلتها بالفعل قبل كده او عملتها بالفعل قبل كده، فهو بالفعل بتكون موجوده معاك. لو انت حبيت ان انت تخليها، لو حبيت ان انت تعملها تحميل، لو انت حبيت تحذفها براحتك. فهي دي القائمه الجانبيه اللي فيها الحاجات اللي انا بالفعل عملتها اوريدي قبل كده تمام. طيب دلوقتي عندي بيقول لي اختار اللي هو الجندر، او اللي هو يعني اذا كان رجل او انثى، اذا كان مثلا رجل او انثى. فانا عن نفسي يا سيدي اختار مثلا فيميل. طيب دلوقتي او انثى، يعني دلوقتي بيقول لي اختار اللغه. انت عندك عده لغات، اختار منها اللغه العربيه. هنا بيقول لي طبعا اختار البلد تمام. انت مثلا عايزها من بلد ايه؟ اقول له يا سيدي مثلا انا اختار عندي من ايجيبت مثلا كمثال. مرحبا بكم في سبيتشما. تمام. صوتها يعني يعتبر مش قوي، بس ممكن ان احنا نختار مثلا من اصوات تانية من جنسيات تانية. مرحبا بك. كل دي اصوات زي ما انت شايف. لو انت هنا جيت مثلا عندك للرجل، مرحبا بكم في سبيتشما. مرحبا بكم من في سبيتش. مرحبا بكم من في سبيتشما. هختار حيث مثلا تتحول ده كلماتكم. تمام. بعد ما انا كتبت كلامه كل حاجه، اروح انا جاي عندي على جنريت اوديو، على اساس ان هو بالفعل يبدا ان هو يعمل الصوت بتاعك. طبعا هنا بيديك لحد 2000 كلمه، يعني حرفيا نص كبير جدا. ده دلوقتي عندي النص اللي انا بالفعل حولته. نيجي دلوقتي نعمل بلاي. لا تضع كل احلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحله عمرك وجه شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد ان نهايه الاشياء. دلوقتي انا زي ما انت شايف ان انا عملت نص بسيط. دلوقتي تعالي نعمل مثلا نص طويل. مثلا النص ده انا خليت عندي الحاج دولفين او الحاج حوت الصيني ده اللي انا اتكلمت عنه، يعني يكتب لي نص طويل. دلوقتي تعالي نعمل مثلا عنه جنريت مره اخرى. اختار عندي الاخ ده برضو جنريت، على اساس ان هو يبدا ان هو يعمل لي الصوت. الحياه رحله مليئه بالتحديات والفرص، وفي كل خطوه نخطوها نتعلم شيئا جديدا. النجاح ليس دائما هو الوصول الى الهدف النهائي، بل هو ايضا في الطريقه التي نسير بها نحو هذا الهدف. كل تجربه سواء كانت الصوت ممتاز والله، القرايه ممتازه. طبعا باللهجه اكيد مش هيظبط، لان احنا لهجتنا وطريقه نطقنا مش حاجه مظبوطه دايما. يعني مثلا تعالى اقول له مثلا اكتب لي حاجه باللهجه المصريه، ونشوف اللهجه المصريه هتبقى ظابطه معاه ولا لا. الحياه هنا في مصر مشزي اي حتى تنتانيه، فيها حلوها وفيها مروها. شفت؟ للاسف باللهجه ما بتظبطش. لذلك لو انت تستخدمه كلغه عربيه فصحى هيبقى ممتاز. في المستقبل ممكن بالفعل يضيفوا حوار اللهجات، ولكن الى الان كخدمه مجانيه بالكامل، بدون اي رسوم، بدون اي عدد محدد مثلا من الكريدت مثلا، او عدد محدد مثلا من المحاولات او المرات، ما زال هو ممتاز جدا. فانت تقدر ان انت تجربه. هسيب لك انا الرابط بتاعه تحت موجود في الوصف، خش جربه وشوف، وان شاء الله هيعجبك. وزي ما انت شايف، زي ما انا موريتك، كله مجاني. ده كان الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. ما تنساش بقى انك تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو لانه بيساعد. واشوفكم بقى باذن الله فيديو جديد، ومع السلامه.